برج الجدي. طب اقول لك ايه يا جدي؟ اقول لك الحمد لله على سلامتك، اقول لك يا فرحتك، اقول لك يا سعدك، اقول لك يا تعويضك عن اللي فات، اقول لك ايه؟ اقول لك ان انت النهارده الملك، اقول لك ان انت احسن حاجه في الدنيا، اقول لك ايه ولا ايه ولا ايه؟ لما كل الكواكب موجوده عندك انت والحمد لله بتدي لك دعم، لما المشتري موجود في برج الثور، البرج الصديق ليك، البرج الترابي. طيب لما يعني اقول لك ايه؟ انا مش عارفه اقول لك ايه والله. اقول لك ايه ولا ايه؟ انت بقالك كام سنه في تعب؟ بقالك 20 سنه ولا 18 سنه تقريبا في تعب وفي شقاء وفي انهيارات وفي تغيير بيت وفي انكشاف ناس وحاولت وساعدت ناس كتير ما كانتش تستاهل المساعده دي وانكرت جميلك، ولا بيوت انت دخلتها وكنت نفسك ان انت تبقى البيوت دي فيها فرحه وسعاده واتظلمت، ولا بيتك اللي انهدم وخرجت منه، ولا ايه والتعويضات اللي جايه عليك. ده انت خلاص بلوتو خارج من عندك رسميا. يعني احنا لو كنا بنقول لك ان بلوتو خارج من عندك في 2024 هو خارج من عندك يوم 21 خلاص. يعني يوم 21 يناير هو مش موجود عندك، حتى لو رجع لك تاني في شهر 5 ورجع خرج من عندك في شهر 11، بس هو بالنسبه لي ولا يفرق ولا مؤثر. خلاص انت خلصت من تاثيراته كلها. كل تاثيرات بلوتو السلبيه اللي كانت مأثره عليك سلبا يا برج الجدي الفترات اللي فاتت خلاص بتنتهي تماما. فانا مش عارفه اقول لك ايه، واقول لك الحمد لله على السلامه، ولا اقول لك يعني الحمد لله انت كده يعني عندك بشرات بقى خلاص انسى الماضي، ولا اقول لك ايه؟ بس انا مش هقول لك انسى الماضي، انا هقول لك على حاجه، اتعلم من دروس الماضي. انا هقول لك اتعلم، وانت اتعلمت وخدت دروس قويه جدا جدا الفترات اللي فاتت، والفتره اللي جايه مش هتقع في نفس الاخطاء اللي انت كنت بتقع فيها، مش هتثق في حد بسهوله، بالعكس هيبقى عندك قدر من الثقة في نفسك قبل ما تثق في أي حد، وهيبقى عندك كمان قدرة إن أنت تفرق ما بين الأشخاص الحقيقية والأشخاص المزيفة، لأن أنت اتعرضت للمزيفين كتير جدا جدا الفترة اللي فاتت. فالحمد لله خلاص الدنيا معاك بتنفرج. حتى المريخ اللي كان موجود في برج القوس الفترات اللي فاتت وكان موجود عندك لغاية يوم تقريبا 4 من الشهر اللي احنا فيه ده، من شهر يناير، وهيخرج وخرج من برج القوس اللي هو كان بيمثل أعلى نقطة عندك أنت في برج بيتك ال 12، وهيفضل تأثيراته. لكن المريخ كده كويس. عطارد خلاص التراجعات بتاعته انتهت وهينتقل الى برج الجدي على فكره الفتره اللي جايه، وده هيدي لك برده دعم كويس جدا لانه هيبقى متقدم. يعني خلاص هو مفيش تراجع الحمد لله لعطارد. انا عايزه اقول لك ان كل اللي جاي ان شاء الله باذن الله هيكون عكس السنين اللي فاتت. تعويضات باذن الله ماديه، وتعويضات على المستوى النفسي، وتعويضات على المستوى العملي، وتعويضات كمان على المستوى العاطفي. منكم كتير تعرض للظلم وتعرض للطلاق وتعرض للانفصالات وتعرض للخروج من بيته بظلم، لكن ان شاء الله باذن الله الشهر ده عندك تعويضات هائله يا برج الجدي. من اول يوم 6 أو 7 من الشهر اللي احنا فيه ده انت عندك خير ان شاء الله باذن الله، وانا مستبشره لك خير من اول جزء من الشهر. رابع جزء بس من شهر يناير بقى هو اللي هتبتدي بقى انت يعني زي ما بنقولها كده ايه الشخلعه. خلاص بقى هتوقع عقود جديدة، عندك دخول لمؤسسة جديدة مثلا، أو عندك مؤسسة إعلامية، أو مؤسسة أنت مثلا ممكن تكون شخص هتبقى مشهور، عندك اسمك هيلمع. أنت على فكرة ملك الأبراج السنة دي، يعني أنت أعلى حد السنة دي يا برج الجدي، أنت مفيش حد بعدك. فانت السنه دي باذن الله تعالى الجزء الاولاني من شهر يناير اللي هو اول 3 أسابيع من يناير انت عندك انفراجات، وعندك تسديد للديون، وعندك حاجات هائله، وعندك نشاط، وعندك فرحه، وعندك سعاده، وعندك كل الحاجات دي. اما الجزء الرابع من الشهر اللي هو الجزء الرابع من شهر يناير فانت بقى خلاص يعني خد نفسك، اتنفس، دخل الاكسجين لصدرك وخده باستنشاق حلو كده، ويلا انزل ارجع تاني اعمل رياضتك، وانزل تاني اهتم بصحتك واهتم بشغلك واهتم بحالك. وعندك بدايات لعمل حلوة جدا، وبدايات حظوظ رائعة يا برج الجدي، وعندك ارتباط، وعندك كمان مصالحة لشخص من الماضي انت كنت خسران، والفترة اللي فاتت كنت في فترة صعبة جدا جدا جدا. خلاص يا برج الجدي شهر يناير بيقولك اهلا وسهلا، وبيفتح لك الباب وبيدخلك عنده، وهو بيقول لك هللت اهلا. فبرج الجدي انا مش عارفه اقول لك ايه ولا ايه، لكن يعني كل حاجه انت توقعتها او تمنيتها هتحصل معاك باذن الله ان شاء الله السنه دي او الشهر ده بالذات. كمان عندك حاجه في السر هتعملها، يمكن حب، يمكن شخص انت هتبقى عايز تتعرف عليه في السر ومش عايز حد يعرفه. وانا عامه بقول لك انطلق يا برج الجدي، حب، عوض نفسك عن اللي فات، عوض نفسك عن كل الحاجات الصعبة اللي انت مريت بيها الفترات اللي فاتت.
اللي منكم كان عنده خساره لنفقات وخساره لاموال وعوض، يلا انزل اشتغل وعوض الفلوس. انت بتحب تشتغل. برج الجدي من الابراج اللي بتحب العمل وبتنجح جدا في عملها وبتوصل دايما لمناصب عاليه جدا. انت دايما قائد يا برج الجدي، فيلا اتوكل على الله وابتدي اعمل ده، لان انت الجزء الاول من الشهر في دعم والجزء الاخير من الشهر في دعم اخر. فانت في طول اول 4 او اول 5 شهور من السنه انت عندك دعم من المشتري، وبعدين عندك دعم من الشمس، وبعدين عندك دعم لان بلوتو خارج من عندك خلاص رايح على بيتك التاني اللي هو برج الدلو. فيلا بقى يا جدي انطلق وما يهمكش حد ومفيش حد هيعرف يوقفك. يلا شغل الزنبلك وانطلق واجري، لانه فعلا بجد انا شايفه برج الجدي في حاله كويسه جدا جدا. بس انا هقول لك على حاجه، اوعى تنسى الصدقات، اوعى تنسى ربنا، اوعى تنسى الصلاه، اوعى تنسى الحاجات دي كلها. طول ما ربنا في قلبك انت هتبقى الدنيا كلها عندك حلوه جدا جدا. انت خلاص بتتخلص من السجن او من القيود اللي انت كنت فيها وهتخرج خلاص الى النور يا برج الجدي. تعالى بقى اقول لك يا برج الجدي ايه اللي هيحصل معاك الفتره اللي جايه بورق الطاروت، ويلا بينا نشوف برج الجدي بالطاروت ايه اللي جاي عنده اول شهر يناير ان شاء الله باذن الله هيكون عامل ازاي معاك يا برج الجدي. يلا بينا نشوف الجدي في يناير 2024. ركزوا طاقتكم على الورق جدا. يلا هناخد ورقه واحده هنعرف بيها الجدي هيبقى عامل ايه في 2024. ده شاريوت، الانتقال من حالة لحالة، التغيير من الجذري من حاجة يعني عكسها تماما هتروحوا. بس دي ورقة من ورقة الأسرار العظمى فمش هاخد بيها وهاخد ورقة تانية، لان احنا ما بناخدش بورقه الاسرار العظمى. عندنا الفايف اوف وانز او ورقه المشاكل او ورقه الخناقات. انت هتبعد عن حاجه كان ليها علاقه بخناقات في الماضي، او هتبعد عن مكان انت ما كنتش حاسس فيه بالسعاده او ما كنتش قادر تتنفس فيه. انا شايفه ان دي ورقه بتقول ان ممكن يبقى فيه شويه صوت عالي او ممكن يبقى فيه حاجه معينه هتحصل، لكن انت داخل على حصان ذهبي. لو انت مركز معايا في الورقه والورقه باينه معاك كويس في الكاميرا، انت داخل على حصان ذهبي وقادر ان انت تتغلب على كل حاجه بتحصل حواليك. المشاكل اللي كانت موجوده حواليك من السنين الماضيه كلها خلاص انت هتبتدي تتخلص منها، وهتدخل على طاقه جديده وطاقه سعاده جديده وطاقه حب جديد وطاقه تخلص من اعباء الماضي كلها ان شاء الله يا برج الجدي. يلا ناخد نصيحه من الملائكه ونشوف الملائكه بتنصحك تقول لك ايه يا برج الجدي الفتره اللي جايه. يلا نشوف ورقه نصيحه الجدي. رساله الملائكه ليك ايه النهارده يا برج الجدي في يناير 2024؟ Forgiving and learning. سامح وتعلم. بيقول لك as you release and heal the past you experience more love in your present moments. بيقول لك كل ما هتقدر ان انت تنسى الماضي وتتشافى من اللي حصل معاك فيه وتقدر تنساه، الاكسبيرينس او التجارب بتاعتك في الحب هتبقى هي المهمة في الفترة الحالية وفي الفترة كمان القادمة. هو بيقول لك present moments أو في الوقت الحالي، وأنا بقول لك كمان in the near future أو في المستقبل القريب هيكون عندك انفراجات. يعني الورقة بتقول لك انسى وسامح. لازم تعرف ازاي تنسى وازاي تسامح الماضي وازاي تنسى بقى خلاص اعباء الماضي، وازاي تقدر تستقبل الحب وتستقبل الطاقه الحلوه وتستقبل البشرات السعيده يا برج الجدي للمستقبل بتاعك وللحاضر اللي احنا بنعيشه دلوقتي. شكرا لكم يا اصحاب برج الجدي، واتمنى تبشروني في التعليقات بكل شيء كويس وكل شيء حلو. استودعكم الله.